السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير، صباح الخضار والجمال، وصباح الفل عليكم جميعا، او مساء الفل عليكم جميعا. وقت ما تسمعوا الفيديو ان شاء الله. ان شاء الله جاية معاكم النهاردة بحاجة كده، يعني ايه، من الالف للياء. النهارده ان شاء الله هخلل معاكم لفت مخلل. يعني هعمل معاكم لفت مخلل. فقلت بقى اصوره لكم كده واحنا ايه، بنقطفه كده من الارض، من البدايه خالص. فانا حبيت اوريكم كده من الاول. دي فول اهو يا جماعه اللي انتوا شايفينه، وده اللفت اهو بيطلع من الارض. ده عند بابا يا جماعه، احنا كنا عند بابا كده، فقلت يعني اصور لكم الجمال ده. وان شاء الله مش اول فيديو، ان شاء الله هصوره لكم هناك. وطبعا انا نزلت قبل كده فيديو هناك. شايفين الكرنب ده بتاع المحشي؟ ان شاء الله عامله لكم فيديو برضو للمحشي، بس هنزله بعد كده باذن الله. لان الواحد والله يعني مش فاضي خالص الايام دي. فبفتح نت فين وفين يعني. في يا رب يكون كده ما تنسونيش، واكون خفيفه عليكم كده في فيديوهاتي بجد. يعني ان شاء الله هو هعمل لكم شويه فيديوهات حلوه قوي في الارض. هنا اسمه توم وبصل. في الارض التانية بصل، نتوم وفول وفلفت وجرجير وخضرة، شبت بقدونس وكده. حاجات ما شاء الله جميلة لما تزرعيها. وفي حاجات بتطلع في الارض يعني بتنطبخ برضو، بس احنا يعني مش انا مش عن نفسي مش عارفة الاسامي وكده، او مش بعملها اصلا. فحاجات حلوة قوي ربنا بيطلعها لنا كده سبحان الله، من غير اصلا ما نزرعها. فبتطلع في الارض كده ما شاء الله، بتبقى حلوة جدا. طبعا اللفت اهوت يا جماعة بنفسجي وتحفة. لونه بنفسجي، يعني الصورة، يعني هو في الاصل كمان، في الحقيقة كمان شكله حلو جدا. هنا شايفين الفرن اللي بعيد ده؟ جميل الافران دي قوي، بس لسه مستعملناهوش وكده، عند ماما وكده. الشغل ده ان شاء الله لو كنت هناك وهم شغلوه كده، ان شاء الله هوريكم برضو فيديو بالاجواء دي باذن الله. بوريك اللفت اهو ما شاء الله، لو العيدان خضرة خالص، والراس بنفسجي كده وشكلها حلو قوي ما شاء الله. الحاجة لما تشيليها تجيبيها كده من الارض وتخلليها او تطبخيها وكده، بتبقى حاجة حلوة قوي واحساس حلو قوي. ويعني بصوا ما شاء الله، اللهم بارك لاي حد عنده. ولو عندك لو عندك سطح ممكن تعملي فيه برضو كل حاجة. انا ان شاء الله هنزرع لكم بعد كده. عندي انا في بيتي، انا عند جوزي يعني، فوق السطح باذن الله اي حاجة كده. وبرضو عندي فيديوهات ان شاء الله هنزلها لكم ازاي تعملوا يعني تزرعوا ان شاء الله الفلفل الاخضر. الحاجات دي باذن الله هوريها لكم برضو. هنا مزروع توم يا جماعة جميل. لو انت خدتي منه اخضر كده بيبقى طعمه حلو قوي في الاكل. او طبعا بتسيبيه بقى لحد ما يستوي خالص ويبقى فصوص وكده. بنحاول بقى نلاقي اللفت الكبير، ما نطلعش اللفت الصغير عشان لسه هيكبر وكده. فبتطلعي اللفت الكبير كده عشان تحدقيه، عشان يبقى ايه فيه كده. تسيب الصغير يكبر، الكبير نحدقه علشان ما يشيخش ويبقى مش حلو. يعني هنا كده كده يعني الحجم ده كويس جدا. شايفين يا جماعة في الطين؟ هو بيبقى في الطين خالص، الحاجة الخضرة دي بتبقى برا وهو في الطين. طبعا الورق ده ممكن تعمليه محشي، فانا مش بحبه يعني ماشي. فماما هتاخده كده تعمله مع مع كرنب وكده. هنا هو اتنضفته من الطين خالص عشان اخده معايا الشقة نضيف. او ممكن تحطيه للطيور والحاجات دي، الاخضر ده. بس ماما بتقولي في المحشي بيبقى تحفة جدا، بيبقى زي الورق
بيبقى زبدة كده يعني، ورق العنب وكده. هنا هو شلت منه الحاجة ونضفته وروحت بقى البيت، غسلت. هو دي كانت قطفة تانية، يعني قطفة تانية غير اللي انا قطفتها. الصراحة القطفة اللي انا كنت قطفها معاكم دي ملحقتش اعملها فيديو، فجبت تاني مرة وقلت اعملها معاكم فيديو، يعني شوية بصوت كده، فقلت اعملها معاكم فيديو. نضفت اهو يا جماعة، طلعت الاخضر ده لوحده والرز دي لوحدها، غسلتهم كويس جدا ولسه هغسلهم ان شاء الله لما اقطعهم تاني. بشيل بقى من تحت الراس كده، يعني بنضفها، بنضف الراس كده، ما يبقاش فيها اي حاجه. طبعا يا حبايبي، انا المره الاولى كنا عاملين، فكان الميه دايره، فانا ما حبيتش احط ملح كتير. دي شطه، عجينه شطه برضو بنحطه، وبنحط ملح بس، عجينه شطه وملح، عجينه شطه حمراء وملح بس. بتقطعيه زي ما انا هوريكم دلوقتي، وبتحطي الملح وبتحطي الشطه. لو اول مره بتزودي الملح وكده وبتزودي الشطه بس. طبعا عشان الميه هيك يا جماعه دايره، يعني ايه دايره؟ يعني محطوط فيها قبل كده، والميه حمراء وحلوه من غير ما نحط فيها اي حاجه. كل اللي حطيته الفلفل، الشطه دي، الشطه الحمراء، المعجون الشطه الحمراء والملح فقط. ما شاء الله ما شاء الله، طلع اللفت بنفسجي كده وجميل. دي بس الحبة اللي كانوا باقيين من اول مرة. زي ما انتم شايفين كده، عملته احمر احمر من غير ما تحط بنجر ومن غير ما تحط اي حاجة. طبعا يا جماعة التركة اللي انتي لازم تعمليها، تقعدي مثلا لو المية دايرة، لو المية مش دايرة يقعد 3 ايام لحد ما يحمر كده، وتطلعيه في حاجة تانية وتحطيه في التلاجة. ما ينفعش يفضل في المية اكتر من 4 ايام، علشان ما يتهريش، وعشان كمان ما يحدقش اكتر. يعني افضل وقت انك 4 ايام وتطلعيه. خلاص لقيتيه استوي خلاص، والحدق اللي انت عايزاه خلاص يعني بقى حادق. خلاص حبيتي طعمه حادق كده بسيط، حادق حلو، حادق مش عارف يعني، حادق قوي. المهم يعني تطلعيه بعد ربع يوم. انا حطيت شويه شطه بس، انا قطعته اهو يا جماعه. في تقطيع شرايح مشرشر كده، وفي تقطيع عادي بالسكين. فانا حبيت اعمل معاكم ده وده، يعني زي ما انت عايزه بقى. عايزه تعمليه كده اعمليه، عايزه تعمليه كده اعمليه، دي اختيار يعني، مش حاجه اساسيه انك تعمليه كده او كده يعني. المهم يا جماعه، حطيت بس معلقه كده كبيره من الشطه وشويه من الملح بصوت، لان زي ما انا قلت لكم الملح داير. ولو ما فيش ميه، الميه دايره، وما فيش ميه دايره، هتكتري شويه من الملح، وهتكتري من الفلفل برضو. فانا حطيت اهو يا جماعه، ما قعدش يومين تقريبا واكلنا منه، بقى بنفسجي وتحفه اهو يا جماعه. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. احسن من المخللات اللي بتجيبيها من بره. انت مش عندك زرع ومش عندك حاجه، اشتريه من السوق عادي يعني. يعني احنا كنا بنشتري من السوق عادي يعني خالص، بنشتري ولما يبقى موجود عند بابا باخد من بابا وكده. فالحاجه ما تعمليها في بيتك احسن، مع اكل عايزه مخلل، مع شويه حواوشي عايز مخلل، مع شويه مش عارفه ايه عايز مخلل، الاكلات فطار عايز مخلل. زي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي، والله كان شكله حلو جدا، والمية دايرة بقى معانا. فزي ما قلت لكم مش هيقعد اكتر من يومين. وطلعته يعني بعد اليومين دولت او ال3 ايام ده تقريبا، طلعته. هو كان بعد يومين استوى خلاص، فانا الصراحة طلعته بعد 3 ايام. حطيته في علبة لوحده كده، يعني خلاص من غير مية ومن غير ملح ومن غير اي حاجة، وحطيته في التلاجة اسحب منه. وطبعا بلاش تعملي المية كام مرة، المية الدايرة دي مرتين فقط، يعني غيري بقى مية جديدة. لو انت عايزة لو انت عايزة كمان تعملي مية تانية يبقى خلاص.